أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتعمق فيها أكتر في كتاب دراسة في التجربة الصوفية. أهلا بيكي. النهاردة هنركز على كم مفهوم كده ممكن يبانوا صعبين في الأول، زي وحدة الشهود ووحدة الوجود، تمام. وكمان ظاهرة الشطح الصوفية اللي هي الأقوال الغريبة شوية دي. اللي عليها كلام كتير. هدفنا نفهم إيه ورا المصطلحات دي بالظبط، يعني الفروقات بينهم إيه، بالظبط. وهنستخدم النص اللي معانا عشان نفككها سوا. وهنحاول نشوفها كتجارب أو أحوال عاشاها المتصوفة نفسهم، مش مجرد كلام نظري يعني. تمام قوي. طب نبدأ بإيه الفرق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود؟ النص بيشرحها ببساطة صح؟ هو بيقول إن وحدة الشهود دي يعني ببساطة إن الصوفي في الحالة دي ما بقاش شايف غير ربنا، كأنه فنى عن أي حاجة تانية. فناء عن الخلق يعني. بالظبط. أما وحدة الوجود فدي مرحلة تانية أو حال تاني بيشوف فيه ربنا في كل حاجة حواليه، وده اللي بيتسمى حال البقاء. المثال اللي في النص بتاع الكاتب والورقة ده حلو قوي. بيوضحها كويس. بيقولك زي الكاتب اللي بيبقى مركز قوي في الكتابة نفسها لدرجة إنه مش شايف الورقة اللي بيكتب عليها. أو العكس، يبقى مركز في الورقة وناسي فعل الكتابة. بالظبط كده. هي الفكرة إن دي مش مجرد أفكار في الدماغ، دي حالة بتسيطر على الصوفي. يعني تجربة بيعيشها فعلا. أكيد. الدكتور عفيفي حسب النص شايف إن التحول من الشهود للوجود، يعني من مش شايف غير ربنا ليه مفيش وجود غير ربنا، ده تحول بيحصل جوه التجربة الروحية. حتى لو مش ماشي بالمنطق الفلسفي يعني. يعني مش لازم يكون تسلسل منطقي بحت، بس خد بالك مفهوم وحدة الوجود ده بالذات اللي بيقول إن الله والعالم جوهر واحد ساعات بيتفهم غلط. زي إيه؟ يعني يتخلط بمفاهيم تانية زي الحلول أو الاتحاد بمعانيها السطحية البسيطة. لازم نفرق. فهمت. طب والنص بيقول إن السراج ربط وحدة الشهود دي بآية في القرآن؟ أيوة. السراج الطوسي في اللمع بيلمح لآية الميثاق الأول في سورة الأعراف. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. بالظبط. هو بيعتبر إن دي ممكن تكون إشارة لحالة الشهود دي، الفناء عن الخلق والشهادة لله وحده. جميل. طب نروح بقى لموضوع الشطح، الأقوال اللي بتبان غريبة أو صادمة دي. دي بقى القصة التانية. الشطح ده كلام بيطلع من الصوفي وهو في حالة وجد أو نشوة روحية عالية قوي. يعني زي ما يكون مش في وعيه الكامل؟ هو ده الجدل بقى. السراج نفسه وصفها إنها كلام بيطلع من وجد غالب وهيجان طبع، يعني زي فيضان النهر كده، زي القول بتاع البسطامي سبحاني ما أعظم شأني، ده أشهر مثال ليها طبعا. وهنا بقى بنلاقي آراء مختلفة تماما في تفسيرها. يعني إيه سببها بالظبط؟ فيها اللي بيقول زي ماسينيا إن دي بتحصل في قمة تجربة الاتحاد بالله، والصوفي وقتها بيحس إنه بيتكلم بلسان الحق نفسه. بس ده تفسير جريء قوي. جدا. وعشان كده ناس تانية زي الإمام الجنيد حاولوا يلاقوا لها تأويلات، يعني تفسيرات مقبولة تتوافق مع الشرع. طب وابن تيمية موقفه كان إيه؟ ابن تيمية كان نقده شديد. هو اعتبر إن الأقوال دي صدرت في حالة سكر روحي، يعني غياب وعي. زي اللي بيشرب خمرة يعني بس روحيا؟ حاجة زي كده. فصاحبها ما يتأخدش عليها، بس في نفس الوقت كلامه ده ما ينفعش نعتبره حقيقة أو علم يروى. زي المثال اللي في النص عن ربعة والقول المنسوب إيها عن الكعبة؟ تماما. القول بتاع الصنم المعبود في الأرض، ابن تيمية رفض تماما إن ربعة تكون قالت كلام زي ده. والناس تانية فسروها إزاي؟ في اللي حاول يفسرها كرمز، إنها بتتجاوز الشكل الخارجي للعبادة وبتركز على الجوهر. يعني ممكن نشوف الشطح ده أصلاً كرد فعل طبيعي للدهشة والمفاجأة عند الصوفي لما بيختبر قرب إلهي بشكل مختلف عن اللي اتعلمه. تمام. يبقى كده لمينا الفروقات الأساسية: الشهود كفناء، الوجود كبقاء، ورؤية الله في كل شيء. والشطح كتعبير عن تجربة روحية قوية جدا، ممكن تكون صادمة في شكلها الخارجي، والآراء اختلفت فيها كتير. بالظبط، فهمنا طبيعتها وإزاي بس اختلفت في تفسيرها. وده يمكن يخلينا نفكر في نقطة أخيرة كده للتأمل. اللي هي هل محاولتنا نفهم الأحوال الداخلية والتجارب دي عند المتصوفة، حتى بتعبيراتها اللي ممكن تبان صعبة أو غريبة، هل ده ممكن يغير شوية في فهمنا إحنا لعلاقة الإنسان بالعالم وبالذات الإلهية، حتى بره الإطار الصوفي نفسه؟ سؤال مهم فعلا ويستحق التفكير. بالظبط.